السلام عليكم حبايبي طلاب اولى ثانوي دفعه الانتجريتد ساينس ودفعه تعديل المناهج. اهلا بيكم يا دكاتره. معاكم دكتور علاء فضالي، دكتور صيدلي، وكنت بدرس بيولوجي لطلبه ثانويه عامه اولى وثانيه وثالثه ثانوي، وحاليا ان شاء الله هناخد مع بعض كورس الانتجريتد ساينس. طيب انت حضرتك عندك هنا يا فندم اكسس 1 او المحور الاول او شابتر 1، ده منهج الترم الاول عند حضرتك يا دكتور. الراجل بيقول لي المحور الاول او شابتر 1 عندك بيتكلم عن الايكو سيستم اند سستينابيلتي اوف لايف. الايكو سيستم اللي هو النظام البيئي اللي احنا عايشين فيه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده يا دكتور بسيستم معين ونظام مقفول على نفسه، وكل حاجه فيها ليها بالانس وليها معيار معين لازم تكون مظبوطه فيه. لو حصل ديستربنس او حصل خلل في الايكو سيستم، يعني هي مجموعه من السلاسل او مجموعه من الحلقات كده عامله تشين، سلسله كامله، لو واحده منهم فقدت حضرتك او ما بقتش موجوده تاثر على باقي السلسله. ده يا فندم النظام البيئي اللي ربنا خلق بيه الكون اللي احنا عايشين فيه، نتيجة لتصرفات كتير بيعملها الإنسان زي الصيد الجائر وشيل النباتات واستخدام الوقود الحفري زي البترول والغاز والفحم وغيره، بيؤدي لتلوث وخلل في النظام البيئي، وده الوضع اللي احنا عايشينه دلوقتي حضرتك. فالوزارة حبت إنها تنزل لك جزء يبقى كافي ووافي وشافي بالنسبة لك تستفيد منه معلومات طبية، وفي نفس الوقت يبقى عندك الوعي بالإيكو سيستم والبيئة اللي احنا عايشين فيها يا دكتور. فاسمه ايكو سيستم اند سستينابيلتي اوف لايف، استدامه الحياه. الاستخدام الغلط للانسان لموارد الكون اللي احنا عايشين فيها ده واستنزاف موارد الكوكب حضرتك ادى لكميه كبيره من التلوث وكميه كبيره من الخلل، وده حضرتك خلى العلماء في بعض الدراسات يقولوا ان نهايه الكوكب ده اقل من 100 سنه جايه. يعني على مدار ال 100 سنه الجايين دول يا دكتور اقل من 100 سنه لو فضلنا مكملين بالمعدل اللي احنا ماشيين فيه ده في استنزاف موارد الكوكب والتلوث الكبير والاحتباس الحراري وغاز الميثان والقصص الكتير اللي انتوا بتسمعوا عنها وبتشوفوها في مؤتمرات المناخ دي حضرتك، لو فضلنا مكملين بنفس البروجرس دي اقل من 100 سنه وهنقضي على كوكب الارض. فالبشر بدأوا يفوقوا للكارثة الكبيرة اللي هم بيعملوها، وقال لك احنا لازم نطلق مبادرة تحت مسمى معين اسمه السستينبل ديفلوبمنت. سستينبل ديفلوبمنت يعني التنمية المستدامة. لازم يا جماعه نخلي بالنا من الكوكب اللي احنا عايشين عليه، ونوفر الموارد ونحافظ عليها ونحافظ على البيئه بشكل كويس للاجيال اللي بعدنا. ما نقعدش نستنزف ونفكر في نفسنا ونسيب الاجيال اللي بعدنا نقول طز مش مهم. نستنزف الميه اللي موجوده، نستنزف الاكسجين اللي موجود، ندمر الغابات اللي موجوده، ندمر الطبيعه ونقول المهم انا اعيش واللي بعدي يموت. لا، احنا عايزين نفكر للاجيال اللي جايه، الجنريشن اللي جايه، لاولادنا ولاحفادنا واللي من بعدهم واللي من بعدهم، عشان الكوكب يعرفوا يعيشوا فيه ويكون عندهم فرصه البقاء على قيد الحياه زي ما احنا كان عندنا، بدل ما كل واحد يدور على مصلحته ويستنزف الكوكب بشكل كبير ونقضي على كوكب الارض وعلى الحياه على كوكب الارض بالكامل. اوكي، فده كده حضرتك جنرالي الكلام اللي احنا هنتكلم عليه في المحور الاول، ان احنا عايزين نقدم لك الوعي الكافي ازاي تعيش كمواطن صالح وكانسان صالح يا دكتور، ان انت تحافظ على موارد الكون وموارد الدوله اللي انت عايش فيها. كويس، دي نقطه رقم واحد. طيب تعالى حضرتك نبدا كده في الانترودكشن. الراجل بيقول لي every time you drink a glass of water have you thought about the chemical interactions that might occur within this vital liquid. في كل مره حضرتك يا دكتور بتشرب فيها كوبايه ميه، بتمسك ازازه ميه وتشربها كده، هل مره مثلا يعني قعدت كده وانت بتشرب كوبايه الميه قلت يا ترى كوبايه الميه دي بيحصل فيها كيميكال انتراكشنز قد ايه؟ هل عمرك عملت كده؟ ولا عمرك هتعمل كده؟ انا بشرب عشان عطشان يا دكتور وانجز وعايز ادخل انام، انا بصحى اصلا في نص النوم اشرب وانام تاني، صح كده؟ بس الراجل عايز يقول لك ان الميه اللي انت بتشربها دي، اللي انت بتتعامل معاها معامله ما تصحش ان انت تتعامل معاها بإيليمنت او موليكيول مهم جدا يا دكتور في حياتك زي الووتر، لان الووتر دي لها اهميه اكبر بكتير مما تتصور، واحنا هنحاول نستعرض حضرتك على مدار الدرس بتاعنا ايه هي اهميه الميه ومهمه ازاي بالنسبه لك كليفنج اورجانيزم. فالراجل هنا يا فندم بيقول لي water is not just a transparent liquid، هي مش مجرد سائل شفاف حضرتك بتشربه وخلاص. it's a medium which many chemical compound can interact، ده وسط حضرتك فيه كتير من المواد الكيميائيه بتقدر تتفاعل وتاثر على حاجتين. ايه هما الحاجتين بقى؟ وركز معايا لان الكلام ده مهم وهنحتاجه قدام. الووتر كواليتي، جوده الميه نفسها حضرتك اللي انت بتستخدمها او الموجوده في البيئه اللي حواليك، في نفس الوقت حياه او صحه الكائنات الحيه اللي معتمده على الميه دي. ومفيش كائن حي يا دكتور مش معتمد على الميه. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد جعلنا من الماء كل شيء حي. كل الكائنات الحيه علشان تعيش محتاجه ميه، من اول البكتيريا اللي هي يوني سيلولار اورجانيزم عباره عن سيل واحده لغايه اكبر الكائنات الحيه زي الفيل او الحوت الازرق مثلا يا دكتور. كل الليفنج اورجانيزم تشين او الكائنات الحيه اللي في النص دي كلهم محتاجين الميه. اي كائن حي عشان يعيش محتاج ايه يا فندم؟ قال لي محتاج الووتر. كويس؟ كويس جدا. طيب اللي بعده عند حضرتك
الراجل بيقول لي في الشابتر ده يا دكتور احنا هنتعلم عن ايه يا فندم او هندرس ايه؟ قال هندرس الهيدروسفير اللي هو الغلاف المائي وهوريه لحضرتك دلوقتي، والووتر سايكل دوره الميه في الطبيعه يا فندم، as well as some of basic physical properties شويه من الخصائص الفيزيائيه والخصائص الكيميائيه او التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل في الميه، وازاي البروبرتيز والانتراكشن دي بتاثر على الانفايرمنت كومبوننت او بتاثر على الكائنات الحيه اللي موجوده حضرتك في الميه. طيب تعالى يا دكتور نبدا مع بعض كده ونسمي الله. بص يا فندم، عند حضرتك هنا يا دكتور الراجل بيقول لي احنا عايشين يا دكتور في غلاف كده، الغلاف ده اسمه الغلاف الحيوي. اسمه ايه يا فندم؟ الغلاف الحيوي، بايوسفير. هنا حضرتك يعني الغلاف الحيوي. الراجل بيقول لي يا فندم البايوسفير او الغلاف الحيوي ده الكون كله اللي انت عايش فيه او كوكب الارض اللي انت عايش عليه ده حضرتك بيتكون من 3 اغلفه اساسيه اللي هم ايه يا فندم؟ رقم 1 الاتموسفير وده الغلاف الجوي اللي فيه الهواء. رقم 2 يا دكتور الهيدروسفير وده الغلاف المائي اللي فيه الميه. ورقم 3 عند حضرتك يا فندم اللايزوسفير او الغلاف الصخري ودي حضرتك الارض، الايرث نفسها، الصخور اللي موجوده في الارض. فده كله على بعضه ال3 مع بعض اسمهم البايوسفير او الغلاف الحيوي. في الهواء بالكائنات الحيه اللي عايشه فيه كلها زي النباتات وزي الحيوانات وزي الانسان حضرتك وزي الطيور، وزي الميه عند حضرتك هنا يا فندم المسطحات المائيه بالكامل زي المحيطات والبحار والانهار بالكائنات الحيه اللي فيها ان كان نباتات او شعاب مرجانيه او اسماك او غيره. زي عند حضرتك طبقات الارض او الصخور وده بنسميه الغلاف الصخري. كل الارض عند حضرتك عباره عن مجموعه من الطبقات هنتكلم عليها وندرسها واحده واحده. كل طبقه فيها مكونات معينه، الحفريات موجوده تحت، البترول موجود فين، اللي فوق حضرتك الجثث بتاعه الحيوانات، طب الروتس بتوصل لغايه فين في انهي مكان. كل ده يا دكتور هنتكلم عليه في منهج الانتجريتد ساينس. بس كل ده مع بعضه كده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه البايوسفير، الغلاف الحيوي. الغلاف الحيوي عباره عن 3 اغلفه دول مع بعض، الاتموسفير والهيدروسفير واللايزوسفير. 3 مع بعض دي يا دكتور الميديم او الاماكن اللي فيها حياه اللي فيها لايف فبنسميها البايوسفير او الغلاف الحيوي. جميل جدا. طيب الراجل بعد كده بيقول لي the different spheres on planet earth حضرتك من ضمن الاغلفه المختلفه اللي على كوكب الارض واللي يهمنا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو الهيدروسفير. الهيدروسفير هو الغلاف المائي، واهم مكون حضرتك عندك في الغلاف المائي هو مين يا فندم؟ هو الووتر اللي احنا اتكلمنا عليها في اول السيشن خالص، صح كده؟ الراجل بيقول لي انت تعرف يا دكتور ان كوكب الارض ده بيتميز ان ده الكوكب الوحيد في المجموعه الشمسيه كلها، ال8 كواكب اللي عندك في المجموعه الشمسيه ده الكوكب الوحيد اللي عليه ميه. من 10 سنين كده دكاتره بدات ناس وشركات معينه تقول يا جماعه المناخ على كوكب الارض بقى صعب جدا، وزي ما قلت لك في دراسات قالت الحياه هتنتهي في خلال 100 سنه، فاحنا عايزين ندور على مكان تاني ننقل البشر فيه يعيشوا فيه لان الكوكب ده شكله كده مش مطول معانا. طب هنروح فين يا عم؟ جه ايلون ماسك بشركه سبيس اكس وقال لك احنا ممكن نطلع نعيش على القمر، ممكن نطلع نعيش على المريخ، وعمل تجارب وبعت كائنات حيه ويحاول يشوف هنعيش ولا مش هنعيش. لقى ان في هناك مكونات او مقومات معينه للحياه زي الاكسجين مثلا موجود على المريخ بنسبه معينه، بس الازمه كلها في الميه. مفيش كائن حي يستحمل يعيش من غير ميه، ومفيش كائن حي بيصنع ميه لان الميه دي ان اورجانيك موليكيول، صح كده؟ فمفيش كائن حي هيعرف يصنع ميه لوحده وهناك مفيش ميه. لذلك ربنا لما نزلنا الارض يا دكتور نزلنا الارض وخلقنا نعيش على الكوكب ده بالذات. ليه؟ قال لان الكوكب ده اللي عليه ميه. كويس كده؟ فالراجل هنا يا فندم بيقول لحضرتك الهيدروسفير بيميز كوكب الارض يا دكتور عن باقي البلانتس او باقي الكواكب التانية and refer to water in its liquid state on the planet. طيب الراجل بيقول لي انت تعرف يا دكتور ان مساحه كوكب الارض اكتر من 70% من مساحه كوكب الارض يا فندم عباره عن ميه. يعني لما اجي ابص على الاريا او المساحه السيرفيس اريا بتاعت كوكب الارض الاقي 70% منها ميه و30% منها ارض لاند زي اللي احنا واقفين عليها دي حضرتك. بس خلي بالك ان ال70% ميه دي يا فندم اللي هي نسبه الووتر اللي موجوده عند حضرتك، الراجل قال لي 97% منها سالت ووتر، ميه مالحه. موجوده فين الميه المالحه دي؟ قال لي موجوده في البحيرات، في المحيطات، موجوده في البحار، موجوده في البحيرات المالحه زي المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي، البحر الاحمر، البحر المتوسط، كل دي حضرتك ميه مالحه. يعني ايه يا دكتور ميه مالحه؟ يعني مش ميه بيور، ميه وفيها سولت، بالبلدي كده يعني ميه غير صالحه للشرب، حضرتك ما تعرفش ان انت تشربها. طيب لو 97% عباره عن سولت ووتر، الفريش ووتر يا دكتور اللي انت تقدر تشربها او تقدر تستخدمها نسبتها كام يا فندم؟ قال لي الفريش ووتر يا دكتور نسبتها 3%. فالراجل بيقول لك هنا تقريبا يا دكتور 97% منها عباره عن سولت ووتر، ودي حضرتك تلاقيها في الاوشنز والسيز والسلاين ليكس اللي هي البحيرات المالحه. وفي عند حضرتك النسبه الباقيه اللي هي تتمثل في 3% يا فندم،
3% الباقيين دول هتلاقيهم على هيئه فريش ووتر في الريفرز، في الانهار، وفي الفريش ووتر ليكس اللي هي البحيرات العذبه، وفي الجراوند ووتر. الجراوند ووتر يا دكتور الراجل يقصد بيها المياه الجوفيه، اللي هي الميه اللي بتكون موجوده في بطن الارض يا دكتور، واحنا بنحفر ابار عشان نبدا نستخدمها زي ما البدو بيعملوا في الصحراء. الووتر فيبر اللي هو في الجازيز ستيت considered one of the components of atmosphere. الراجل بيقول لي بخار الميه حضرتك يعتبر واحد من مكونات الغلاف الجوي. عايز اقول لك يا دكتور ان الووتر عند حضرتك يا فندم ليها 3 فيزيكال ستيت، انت راجل شاطر واكيد عارفهم. ايه يا فندم ال3 فيزيكال ستيت بتوع الووتر؟ قال لي ممكن الووتر عند حضرتك يا فندم تبقى في هيئه solid state او liquid state او يا دكتور gaseous state. تبقى في حاله سوليد زي ايه يا فندم؟ قال لي زي الايس لما تبقى على شكل تلج دي تبقى سوليد ستيت. ليكويد حضرتك قال لي زي الميه العاديه اللي هي الاكويس اللي احنا متعودين عليها. جازيوس ستيت حضرتك انها تتحول لووتر فيبور. عايزك تاخد بالك يا دكتور ان انت عندك حالات الميه ال3 كل حاله فيهم بتكون موجوده في غلاف من الاغلفه بتاعه البايوسفير. احنا قلنا البايوسفير عندها 3 اغلفه، ايه هم ال3 اغلفه؟ الاتموسفير الهواء، الهيدروسفير الميه، واللايزوسفير حضرتك اللي هو الغلاف الصخري. في الارض حضرتك التلج ده في المناطق القطبيه بيكون موجود في الغلاف اللي اسمه اللايزوسفير او الغلاف الصخري. فالحاله دي من الميه اللي هي السوليد ستيت بتكون مشاركه او داخله بجزء ما حضرتك عامله طبقه على الارض، فبعتبرها تبع اللايزوسفير. الليكويد او السائل حضرتك قال لي ده يا دكتور تبع الهيدرو سفير اللي هو الغلاف المائي اللي احنا بنتكلم عليه يا فندم. الجازيز ستيت او الووتر فيبور، الراجل قال لي الووتر فيبور ده يا دكتور بيكون موجود في الهواء. يعني ايه يا فندم موجود في الهواء؟ يعني مشارك بجزء في الاتموسفير. فالميه موجوده في كل مكان في البايوسفير، في الاغلاف الكون او غلاف الكوكب اللي حضرتك عايش عليه. في الهواء تلاقيها ووتر فيبور، في البحر تلاقيها ميه يا فندم في الاكويس ستيت او في الليكويد ستيت، في الارض يا دكتور في المناطق القطبيه تلاقيها جليد وعامله مغطيه، عامله طبقه فوق طبقه الارض نفسها، فتعتبر حضرتك من اللايسوسفير. كويس كده؟ طيب الراجل هنا حضرتك بيقول لي الووتر characterized by its unique properties، الخصائص بتاعتها يا دكتور زي ايه يا فندم؟ قال لي ان الووتر دي كان dissolve many chemical substance. الميه يا دكتور بتقدر تدوب اكتر من 90% من الكيميكال سبستانس اللي موجوده على كوكب الارض. تعال افكرك بحاجه كده انت يا دكتور درستها في الساينس، بس معلش تعال افتكرها معايا لانها مهمه جدا ومحتاجين نتكلم عليها. انت يا دكتور كان عندك في الساينس درس اسمه الووتر، عديت عليه تقريبا في تانية اعدادي. المستر بتاع الساينس كان بيقول لحضرتك ان الدرس ده يا دكتور اسمه سولوشن. سولوشن يعني محلول. سولوشن يعني ايه يا فندم؟ يعني محلول. انا يا دكتور منين ما بقول كلمه سولوشن دي او محلول بيجي في بالي محلول الملح. محلول الملح عشان اعمل محلول ملح يا دكتور عباره عن حاجتين، ايه وايه؟ ميه وملح، صح؟ بس المستر كان بيقول ان اي سولوشن في الدنيا يا دكتور بيتكون من حاجتين، ماده اسمها solute وماده تانية يا فندم اسمها solvent. يعني ايه يا دكتور solute ويعني ايه solvent؟ انا دلوقتي معايا ميه وملح، عايز اعمل محلول ملح. مين الميه ومين الملح؟ قال لي بص يا دكتور وبالراحه وبالعربي كده. السوليوت حضرتك دي بالبلدي كده خالص قبل ما اقول لك معناها بالعربي ايه؟ الحاجه اللي بدوبها. تاني كده، السوليوت حضرتك هي الحاجه اللي انا بدوبها، وعاده ما بتكون ماده سوليد، عاده مش دايما. السولفنت عند حضرتك قال لي دي يا دكتور الحاجه اللي بدوب فيها، ودي حضرتك عاده ما بتكون ليكويد. يبقى خلي بالك انا عندي السوليوشن او المحلول عباره عن سوليوت وسولفنت. السوليوت دي الحاجه اللي انا هدوبها، السولفنت دي حضرتك الحاجه اللي انا هدوب فيها. فالراجل بيقول لي يا دكتور سوليوت يعني مذاب. بالعربي كده يا فندم سوليوت يعني ايه؟ مذاب. سولفنت حضرتك يعني مذيب. فدي الماده اللي انت عايز تدوبها ودي الماده اللي انت هتدوب فيها. اللي انا عايز ادوبه زي مين يا دكتور؟ قال لي زي السالت، زي الشوجر، صح؟ اللي انت هتدوب فيه زي مين يا فندم؟ زي الووتر. الراجل بيقول لي على الووتر يا دكتور الميه دي مش سولفنت عادي. امال الميه دي ايه؟ الميه دي يونيفرسال سولفنت. ليه يا دكتور بتقول عليها يونيفرسال سولفنت؟ قال لي لان الميه دي بتدوب زي ما قلت لك من شويه اكتر من 90% من المكونات اللي موجوده على كوكب الارض بتدوب في الميه.
دكتور يعني في 10% بيدوبوش في الميه؟ اه في 10% بيدوبوش في الميه، بس اسمع الجمله دي وخليها في ودانك لانها هنحتاجها قدام. اللي ما يدوبش في الميه يدوب في البنزين. تاني كده، اللي ما يدوبش في الميه يدوب فين يا فندم؟ في البنزين. اشمعنى يا دكتور البنزين؟ قال لي لان كمان شويه هتعرف معايا ان الميه دي بولر سولفنت، وهقول لك يعني ايه بولر سولفنت دلوقتي. البنزين نون بولر سولفنت. لو انت مثلا يا دكتور كمثال تطبيق في حياتك اهو، سيبك من الكلام اللي احنا بنقوله، لو حضرتك رحت مع بابا عند الراجل الميكانيكي يصلح العربيه، فن السيارات عايز بيصلح العربيه، الراجل ده شغال وشقيان وتعبان طول النهار، فهدومه وايده يا دكتور كلهم شحم من التصليح في العربيات بتاعت الناس. فالراجل ده عارف بابا وحبيبه قوي، فعشان يسلم على بابا لازم يغسل ايده من الشحم اللي هو فيه. لو الراجل راح بالشحم اللي هي الماده السوداء اللي عباره عن ليبيدز دي يغسلها تحت الميه لمده 3 ساعات، ايده عمرها ما هتنضف. والراجل فاهم كده كويس ان الشحم اللي في ايده ده ما بيدوبش في الووتر يا دكتور. فالراجل مخلي عنده ازازه صغيره كده بيكون فيها بنزين او تنر، يحط منها شويه على ايده يلاقي ايده نطفت، لان الليبيدز ما بتدوبش في الووتر. وانا لسه حالا بقول لحضرتك يا دكتور اللي ما يدوبش في الووتر يدوب فين يا فندم؟ يدوب في البنزين. كويس، خلي المعلومه دي معاك لاننا هنحتاجها. طيب فانت دلوقتي بتقول لي ان الووتر دي يا دكتور يونيفرسال سولفنت، لان بيدوب فيها اكتر من 90% من المكونات اللي موجوده على كوكب الارض. جميل ولطيف جدا يا فندم. نرجع لموضوعنا تاني يا دكتور اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الخاصيه الثانيه عند حضرتك بالنسبه للووتر، الراجل قال لك يا دكتور ان الووتر بتقدر تكون موجوده في الثري ستيتس اوف ماتر، سواء السوليد او الليكويد او الجاز. ماشي، لغايه هنا حضرتك الدنيا لطيفه وما عندناش فيها مشاكل. هنا الراجل بيقول لي الووتر يا دكتور is essential for continuation of life. الميه مهمه جدا، والنقطه دي احنا اتكلمنا فيها يا دكتور من شويه دلوقتي، وقلنا ان الميه دي مهمه جدا عند اي كائن حي عشان يعيش، لان ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليه؟ قال لي all forms of life have membrane that separate the organism from environment. كل الكائنات الحيه حضرتك عندها ممبرين بيفصل الكائن الحي عن البيئه اللي هو عايش فيها. اسمه ايه الممبرين ده يا فندم؟ اسمه سيل ممبرين. اسمه ايه يا دكاتره؟ سيل ممبرين. الراجل بيقول لي الووتر بتقدر تعدي من الانفايرمنت اللي جوه الليفنج سيل عن طريق الممبرين ده يا دكتور، وشايله معاها النسيسري ماتيريال فور انرجي برودكشن اند اولسو ريموفينج الويست اوتسايد. دكتور انا مش فاهم، تعالى فاهم حضرتك يا فندم، ونرجع للوايت بورد اللذيذه اللطيفه بتاعتنا. ركز معايا قوي يا دكتور في الكلام اللي احنا هنقوله ده. هفكرك برضو بمعلومه مش جديده على حضرتك، انت عارفها يا فندم، اللي هي ايه يا دكتور؟ الانيمال سيل والبلانت سيل، درستهم في الساينس. خلينا بس ننفض التراب من عليهم كده. ادي يا دكتور دي انيمال سيل، ودي هنا يا فندم بلانت سيل. ايه الفرق يا فندم ما بين الانيمال سيل والبلانت سيل؟ قال لي والله يا دكتور الانيمال سيل عندها ممبرين من بره كده. اسمه ايه الممبرين ده يا فندم؟ اسمه سيل ممبرين، او في بعض الاوقات يا دكتور بنقول عليه بلازما ممبرين. حلو. جوه هنا يا فندم بيكون في نيوكليوس موجوده في النص كده، نقطه سوداء هنا يا دكتور اسمها نيوكليوس، وحواليها يا فندم ليكويد كده بشكل ما. اسمه ايه الليكويد ده يا دكتور؟ اسمه سايتوبلازم. دي الانيمال سيل بيزيكلي بشكل بسيط زي ما حضرتك درستها في الساينس، عباره عن ممبرين اسمه السيل ممبرين، والسيل ممبرين ده جواه نيوكليوس، وحوالين النيوكليوس ده يا دكتور في ليكويد اسمه ايه يا فندم؟ اسمه السيتوبلازم. بالمناسبه يا دكتور النيوكليوس والسيتوبلازم، النيوكليوس اللي هنا دي والسيتوبلازم الاثنين مع بعض اسمهم بروتوبلازم. خلي المصطلح ده في دماغك لاننا هنحتاجه قدام. يبقى انا عندي يا فندم نيوكليوس وسيتوبلازم الاثنين اسمهم ايه يا دكتور؟ بروتوبلازم. طيب ده كده بالنسبه للانيمال سيل. تعالى حضرتك نروح للبلانت سيل. قال لي البلانت سيل عندها جدار او ممبرين خارجي كده يا دكتور. اسمه ايه الجدار ده يا فندم؟ قال لي الجدار اللي هنا ده اسمه السيل وول. اسمه ايه يا دكتور؟ سيل وول. جوه الجدار او جوه الممبرين ده يا دكتور عندنا هنا ممبرين داخلي. اسمه ايه الممبرين الداخلي؟ اسمه السيل ممبرين. وجوه هنا حضرتك هتلاقي عندك نقطه سوداء اسمها نيوكليوس، وحوالين النيوكليوس في ليكويد هنا يا دكتور. اسمه ايه يا فندم؟ اسمه سيتوبلازم. ايه ده؟ يعني في فرق ما بين الانيمال والبلانت سيل؟ باللي انا بقوله لك دلوقتي طبعا في فروق اكتر بكتير، بس باللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الفرق الوحيد اللي انا شايفه من اللي حضرتك قلته يا دكتور ان الانيمال سيل عندها سيل ممبرين ونيوكليوس وسيتوبلازم. البلانت سيل عندها هنا يا دكتور سيل وول وكمان سيل ممبرين ونيوكليوس وايه وسيتوبلازم. يبقى الفرق ما بينهم حضرتك ان البلانت سيل عندها سيل وول،
بس اللي يهمني ان الاتنين عندهم سيل ممبرين او بلازما ممبرين. طيب هنا حضرتك سواء الانيمال سيل او البلانت سيل يا دكتور، اي واحده فيهم، اي سيل في الدنيا علشان تعيش بتحتاج تدخل فود واكسجين، وبتحتاج يا دكتور ان يخرج منها ويست وكربون دايوكسيد، صح كده؟ سواء كانت انيمال سيل او بلانت سيل او هيومن سيل اللي هي انيمال سيل برضه. فاي سيل يا دكتور محتاجه ان يدخل لها فود واكسجين ويطلع منها ويستس وايه يا فندم؟ وكربون دايوكسيد. الراجل بيقول لي سواء انت هتدخل فود واكسجين او هتخرج ويست كربون دايوكسيد، الاتنين حضرتك، الاتنين يا فندم عند حضرتك هنا، سواء الفود والاكسجين اللي انت هتدخلهم او الويست والكربون دايوكسيد، الاتنين يا فندم لازم يكونوا دايبين في ووتر. الاتنين لازم يبقوا كارينج باي ووتر. اي حاجه عايزه تدخل او تخرج من السيل عشان تعدي من السيل ممبرين يا دكتور لازم تكون دايبه في ايه يا فندم؟ في ووتر. حتى الجازز يا دكتور زي الاكسجين، اصل الاكسجين ده جاز والكربون دايوكسيد ده جاز. قال لي حتى الاكسجين والكربون دايوكسيد حضرتك يا فندم لما بتيجي تتنفس انت ما بتسحبش اكسجين بس، انت بتسحب اكسجين ماسك في ووتر فيبر في الهواء، فبيدخل عند حضرتك الووتر او الاكسجين وهو دايب في الووتر. لما بتيجي تخرج يا فندم كربون دايوكسيد بيطلع من عندك الكربون دايوكسيد وهو برضه يا دكتور ماسك في الووتر فيبر، فاللي بيدخل داخل بميه واللي خارج خارج بايه يا فندم؟ بميه. دليل على الكلام اللي انا بقوله لك ان لما حضرتك بتيجي الصبح وانت رايح المدرسه في الشتاء، بس لازم يكون في الشتاء، تيجي على الازاز بتاع العربيه تنفخ كده يا دكتور بتلاقي الازاز ايه؟ شبر. ليه الازاز شبر؟ لان اللي خارج من عند حضرتك ووتر فيبر سخن درجه حرارته عاليه، والازاز بتاع العربيه ساقع، فالسخن الهواء السخن او الووتر فيبر السخن لما خبط في الازاز الساقع حصل كوندنسيشن والازاز شبر. يعني انت مش مطلع كربون دايوكسيد بس، انت مطلع كربون دايوكسيد ومعايا دكاتره ووتر او ماسك في ايه يا فندم؟ في ووتر. طيب فدي النقطه اللي الراجل كان بيكلم حضرتك عليها هنا يا فندم، وبيقول لحضرتك ان الووتر دي مهمه جدا بالنسبه لكل الليفنج اورجانيزم. لما سالته ليه يا فندم مهمه بالنسبه لكل الليفنج اورجانيزم، قال لي حضرتك علشان الميه هي اللي بتعدي اي حاجه من خلال السيل ممبرين اللي موجوده عند كل الكائنات الحيه، سواء كان اكل انت محتاجه عشان الانرجي او ويست يا دكتور محتاج تخلص منها، هتدخل او هتخرج في الحالتين حضرتك انت محتاج للووتر. كل ده الراجل بيفسر لك وبيكلمك عن اهميه الووتر بالنسبه للكائنات الحيه. كويس كده؟ قال لي كويس جدا يا دكتور، ما عندناش مشكله حتى الان. طيب بعد كده الراجل يا دكتور بيكلمنا عن المسطحات المائيه اللي موجوده في مصر، وبيقول ان مصر فيها تنوع كبير في المسطحات المائيه. زي ايه يا فندم؟ عندنا مسطحات مائيه عذبه زي نهر النيل والبحيرات العذبه، عندنا مسطحات مائيه مالحه حضرتك زي البحر الاحمر والبحر المتوسط، والبحر الاحمر فيه خليجين، خليج السويس وخليج العقبه، وعندك البحيرات المالحه. البحيرات المالحه والعذبه متوزعه في مناطق كتير في مصر زي ما اللي انت درستها في الجغرافيا، بحيره البرولوس وبحيره البردويل وغيرها يا دكتور من البحيرات التانيه الكتير اللي منتشره على انحاء الجمهوريه. طيب بعد كده حضرتك هندرس حاجة مهمة جدا اسمها الووتر سايكل. الووتر سايكل اللي هي دورة المية في الطبيعة. ووتر سايكل النيتشر، المية دي بتكون ليكويد وبعدين تتحول لووتر فيبر، وبعدين تنزل يا فندم من ووتر فيبر لليكويد، وبعدين تتحول لسوليد اللي هي الايس حضرتك في الاماكن الجليدية القطبية، وبعدين ترجع تتحول لليكويد وهكذا. تعال نبص يا فندم على الووتر سايكل اللي عند حضرتك. الراجل بيقول لي هي سايكل يعني دايره او دوره حضرتك، تقدر تبدا الدوره دي من اي مكان انت عايزه، بس المهم بالنسبه لي ان المكان اللي انت هتبدا منه تنهي عنده. يعني ايه؟ يعني لو جينا مثلا بدانا من هنا حضرتك من الميه بتاعه النهر او الميه بتاعه البحر دي، اشعه الشمس حضرتك بتنزل تخبط في الميه اللي موجوده دي يا دكتور، بتسخنها وترفع التمبريتشر بتاعتها، فلما تزيد درجه الحراره حضرتك الميه دي يحصل لها ايفابوريشن. يبقى اول خطوه هنا الميه حصل لها ايفابوريشن. يعني ايه ايفابوريشن؟ يعني اتحولت يا دكتور من الليكويد ستيت للجازيز ستيت، اتحولت من سائل لووتر فيبر. الووتر فيبر ده حضرتك بيظهر عندي على شكل كلاود او على شكل سحب. السحب دي يا دكتور بتبدا تتحرك مع الهواء من منطقه للتانيه لغايه ما تخبط في بعضها عند درجه حراره قليله زي ما بيحصل عندنا في الشتاء يا فندم. لما تقل درجه الحراره السحب تبدا تتجمع مع بعض، وبما ان درجه الحراره قلت يحصل عند حضرتك كوندنسيشن او بسميها بريسبيتيشن زي ما هنتكلم عليها كمان شويه. الكوندنسيشن هو البريسبيتيشن. تبدا الدنيا يا فندم المطر انه يقع عند حضرتك هنا يا فندم، فتنزل انت كده حولت من الجازيز ستيت للليكويد ستيت. تنزل الميه هنا يا فندم عند البلانت او على الارض عموما، تبدا تتغلغل
لطبقات الارض اللي تحت، للصخور اللي تحت عندك هنا يا فندم، فتكون عندك هنا يا دكتور الجراوند ووتر او المياه الجوفيه. وتستخدم المياه الجوفيه دي او تبدا تتسرب برضو ما بين الصخور هنا حضرتك لغايه ما ترجع تاني للريفر او للسي. صح كده؟ فانا عندي بدات من هنا من عند النهر والميه سخنت فطلعت لفوق لووتر فيبور، عملت ايفابوريشن، بعدين يا دكتور عملت كوندنسيشن فالميه نزلت اتحولت لليكويد، وبعد ما اتحولت لليكويد بدات انها تتسرب ما بين الصخور على هيئه مياه جوفيه ورجعت تاني للليفر والميه طالعه ونازله. اللي انت بتشايفه قدامك ده اسمه الووتر سايكل او دوره الميه في الطبيعه، انها ازاي بتحول من الليكويد ستيت للجازيد ستيت وبعدين ترجع للليكويد ستيت، ولو انا هنا في مكان قطبي هتتحول للسوليد ستيت انها تتحول لتلج وبعدين التلج يبدا يسيح وبعدين يرجع يتحول تاني لووتر فيبر. اوكي؟ فالراجل بيلخص لحضرتك اللي بيتم عندك هنا ده يا فندم في الجزء اللي انت شايفه ده على 5 خطوات. بيقول لي الووتر سايكل انكلود 5 خطوات. ايه هم ال5 خطوات؟ وتعالى نبص عليهم كده يا فندم. رقم 1 قال لي الايفابوريشن، والايفابوريشن او تبخر الميه نتيجه ارتفاع درجه حراره الشمس او ارتفاع درجه حراره الميه حضرتك، ده بيؤدي للكلاود فورميشن، بيخليني يا دكتور يتكون عندي السحب. طيب وبعدين بعد الايفابوريشن حضرتك بيحصل عندك بريسبيتيشن او اللي احنا سميناها من شويه كوندنسيشن، التكثيف يا دكتور، ان بخار الميه اللي انت كونته ده يبدا يخبط في بعضه ودرجه الحراره تقل فينزل عند حضرتك رين او سنو، يعني ينزل في الليكويد ستيت او في السوليد ستيت. كان هنا يا فندم ليكويد اتحول لجاز، بعد كده الجاز يتحول لليكويد او لسوليد على حسب درجه الحراره اللي انت فيها. قال لي في نوع ثالث يا فندم اسمه ترانسبيريشن، ومهم قوي الترانسبيريشن ده، وبالعربي يا دكتور اسمه النتح. اسمه ايه يا فندم؟ النتح. يطلع ايه النتح ده؟ قال لي دي خاصيه موجوده عند النباتات، النبات بيعملها لما تكون درجه الحراره عاليه. لما تكون درجه حراره الجو عاليه يا دكتور البلانت يبدا يخرج ووتر على هيئه ووتر فيبر، يبدا يخسر ميه حضرتك على هيئه ووتر فيبر، عشان خروج الووتر فيبر من البلانت يا دكتور بيدي كولينج افكت. كولينج افكت يعني بيبرد الجو، او زي ما بنقول بالعربي كده بيلطف الجو شويه. خلينا ندي لحضرتك مثال. انت عندك مثلا يا فندم وانت ماشي في عز الظهر الساعه 2 الظهر في فصل الصيف وانت ماشي في الشارع، يكون الجو حر جدا، فحضرتك بيحصل لك ايه يا فندم؟ بتعرق، صح؟ ليه بتعرق؟ لان جسمك بيبدا يفرز الميه على هيئه سويت يا دكتور، فالميه دي تتبخر فتديك كولينج افكت، يرطب شويه من درجه حراره جسمك او يقلل شويه من درجه حراره السكين عندك. بلانت بيعمل نفس الكلام. كان في صوره مشهوره كده يا دكتور لشارع الطريق ده مليان شجر على الجنبين، درجه حراره الشارع 26. لما شالوا الشجر من الشارع ده حضرتك في نفس الصيف وفي نفس الوقت حضرتك درجة الحرارة زادت من 25 ل 38. ليه؟ لأن البلانت كان بيطلع ووتر فيبور، فوجود الووتر فيبور بيدي كولينج افكت للشارع، فدرجة الحرارة فيه قليلة أو الجو ملطف لطيف يا دكتور، الدنيا مش حر، الجو مش جاف. لكن لما تشال الشجر من الشارع حضرتك ما بقاش في حاجة تلطف الجو، فدرجة الحرارة بقت عالية جدا. عارف الموضوع ده احنا بنعمله يا دكتور لما يكون مثلا حد عنده محل ويجي في المحل الجو يكون حر قوي، الدنيا حر، فتلاقي الراجل طالع يرش ايه يا فندم؟ يرش ميه. الراجل ده بيرش ميه ليه؟ لان الميه اللي هيرشها ده تتحول لووتر فيبور فهترطب او هتلطف الجو شويه، فيحس ان درجه الحراره اقل، يقول لك النهارده الجو حر قوي قوم رش شويه ميه قدام المحل. صح كده؟ صح. طيب فدي يا فندم الترانسبيريشن اللي بتحصل عند البلانت. قال لي رقم 4 عندك يا فندم الريسبيريشن، التنفس، سواء عند البلانت او عند الانيمال، اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه وقلنا انا باخد اكسجين بووتر فيبر وبطلع كربون دايوكسيد بووتر فيبر، يعني برضه الريسبيريشن تبع الووتر سايكل او الحركه بتاعه الميه. الووتر سيبج بقى يا فندم اللي هو تسرب المياه. قال لي هنا الميه بتتغلغل ما بين الفتحات اللي موجوده في التربه عند حضرتك وتتسرب ما بين الصخور يا دكتور عشان تعمل فورميشن للجراوند ووتر او المياه الجوفيه. في مشكله في الكلام ده يا دكاتره؟ لا خالص، وده حضرتك بالنسبه لك بيزيكلي كده ببساطه دوره الميه في الطبيعه. تمام.